تعالوا نعمل بقى اكلات سهله، اكلات الصيف السهله البسيطه اللي ما توقفكش في المطبخ كتير. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه معايا لحمه، اللحمه دي بتاعت بفتيك مدقوقه، يعني رفيعه جدا، مش السمك بتاعها مش تخين قوي. هنا جبت بصلايه مبشوره وطماطميه مبشوره وفلفل اسمر وملح، مش هنحط بهارات غير كده عشان ما تغيريش معاك طعم اللحمه. حطيت معلقه من الخل ومعلقه من الزيت، وبعد كده هقلب البصل كويس. طبعا مجرد ما بتحطي ملح البصل هينزل الميه بتاعته. نزلت بقى بالشرايح اللحمه. طبعا زي ما قلت لك دي مش لحمه ستيك، دي لحمه بفتيك مدقوقه. وبعد كنا هنعملها بفتيك بس قلنا نشويها كده على الجريل. عايزين طبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو الجو حر، وعايزين اكلات سهله في الحر وبسيطه وما توقفكيش في المطبخ ولا في الحر كتير. هنا قلبت اللحمه كويس في التتبيله بتاعتها وغطيتها ببلاستيك راب وادخلها التلاجة لمده ساعتين، والافضل انك تعمليها من بالليل. هنا بقى هنعمل كفته. معايا طبعا اللحمه تكون نسبه الدسم فيها يعني زياده شويه. فرمت بصلايه وفرمت قرن فلفل وشويه كده من البقدونس. وبعد كده هنزل باللحمه وادي لها فرمه كده في الكبه. هنحط برده فلفل اسمر وملح وشويه من السبع بهارات اللي هي بهارات اللحمه. مش عايزين نكتر البهارات، كل ما بتكتر البهارات في اللحمه بتغير معاكي طعم اللحمه. بعد كده فرمنا الكفته زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى هنصبعها، وممكن تشويها على الفحم، تعملها في الفرن البوتاجاز، تعملها على الجريل. انا هنا هحطها في صينيه كده وادخلها فرن البوتاجاز. هعمل كل الكميه طبعا بنفس الطريقه كده. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. هنا بقى هنعمل سلطه المشويات. قطعنا بصل وقطعنا فلفل وبقدونس وخيار. طبعا القطع بتاعه سلطه المشويات بتكون كبيره عشان ما تتبلش معاكي بسرعه. بعد كده حطيت ملح وفلفل اسمر وكمون، وحطيت معلقه صغيره من الثوم المهروس، وحطيت عليها كده ميه ساقعه. وبعد كده هحط لها مكعبات من التلج وعصير ليمون. طبعا مكعبات التلج وشويه كده صغيرين من الخل عشان السلطه ما تتبلش معانا. اقلبها كده كويس وهدخلها برده التلاجة. الافضل انك تعمليها قبل الاكل كده بساعه. هنا بقى هنعمل الطحينه. خدت شويه من الطحينه ونزلت عليهم بمعلقه من الخل. مجرد ما بتحطي الخل كده على الطحينه بتمسك معاكي. هتزودي بقى ميه عاديه جدا سخنه، ميه ساقعه، ما تحطيش ميه سخنه ولا حاجه، الجو حر والطحينه هتفك معاكي بسرعه. حطيت كده فص من الثوم، وحطيت بقى كمون وبابريكا وملح، وهحط عصير ليمون. وكده خلاص الطحينه جهزت معانا. حطينا الجريل هنا بقى يسخن على النار. حطيت فيه شويه كده من الزيت، يعني معلقه صغيره، ودهنته بالفرشه. بعد كده هنزل بشرايح اللحمه. مش هتاخد معايا وقت لانها قلت لكم ان هي مدقوقه لحمه بوفتيك فرفيعه، فمش هتاخد معاكي وقت في التسويه. 10 دقايق هتكون مستويه. هرصها زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. ومجرد ما بتاخد صدمه بقلبها على الجهه التانية، يعني بقلبها كده، بحطها على كل اتجاه 3 دقايق. قلبتها كده وهنزل ببقيه الكميه. شايفين بقى الاكل مش هياخد معانا في المطبخ نص ساعه. مش عايزين نقف كتير في الحر، عايزين وصفات سهله جدا في الحر ده. يعني احنا بنستسهل ان نعمل حاجات بسيطه وسهله وما توقفناش في الحر كتير. هفضل بقى اقلبها كده لحد ما تستوي وتاخد اللون بتاعها. خلاص كده تمام. هنا بقى بدأت تاخد لون وبدأت تستوي معانا. القطعة اللي بتستوي كده معايا وبتاخد لون بشيلها كده، ولو في حاجة مش مستوية بفضل اقلب فيها لحد ما تستوي. خلاص خلصنا الكمية زي ما انتم شايفين. متنسيش تعملي بقى لايك وشير وتشيري الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد. هنا بقى الكفتة خلاص برضو كنت حطيتها في الفرن وجهزت معانا. السلطة كمان كنا شايلينها كده في التلاجة زي ما قلت لك، اعملها قبل الاكل كده بساعة.
وهنا حطينا ميه السلطه في الكوبايات زي ما انتم شايفين، وعملت الطحينه. ممكن تعملي رز بسمتي بقى، عيش، شويه مكرونه، حاجه سهله في الحر. دي كانت وصفه النهارده، ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في وصفه جديده على خير، ومع السلامه. شايفين بقى، كنت بقول لكم هنا اللحمه كانت مستويه خالص. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.